تعليق كابتن محمد أبو تريكة على تجديد إمام عاشور رسميا عقده مع النادي الأهلي ل2030 في صدمة قوية جدا جدا لجمهور الزمالك والشائعات والمحتوى اللي انتهى عند جمهور الزمالك، حيث أبو تريكة كان له تعليق مهم جدا جدا عن المفاجأة بتاعة تجديد إمام عاشور رسميا في النادي الأهلي، حيث قال أبو تريكة تصريحات في منتهى الأهمية يا أهلاوي، في منتهى الأهمية، فأتمنىكم من كل أهلاوي يدعم بلايك يدعم بشير. فرحان إمام عاشور جدد يا باشا، لايك وشير لتصريحات أبو تريكة. ونبدأ التصريحات حيث قال تريكة: إمام عاشور مستمر، الأهلي بيغلق واحدة من أهم ملفات الموسم، انتهت القصة التي شغلت جمهور الأهلي الفترة طويلة جدا جدا. إمام عاشور مستمر داخل القلعة الحمراء، النادي الأهلي أعلن رسميا تمديد عقد إمام عاشور، واللاعب خلال جلسة التجديد أكد امتنانه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره وتمسكه باستكمال مسيرته مع النادي الأهلي خلال السنوات القادمة. والأهم أن التجديد جاء لوفق السقف المالي الذي وضعه النادي، وهو أمر مهم جدا لأن الأهلي لا يريد أن تتحول عقود اللاعبين إلى مزايدات أو أرقام تضر باستقرار غرفة الملابس. وهنا لازم نقف عند نقطة مهمة جدا جدا، الأهلي كسب معركة الاستقرار. تجديد إمام عاشور مش مجرد توقيع لاعب على عقد جديد، إمام واحد من أهم العناصر الموجودة في الفريق، وبالتالي استمرار اللاعب بيغلق ملف كان قادر على صناعة حالة من الجدل داخل الفريق وخارجه. الأهلي خلال الفترة الماضية كان محتاج يحسم أكتر من ملف مهم، ومع رحيل تريزيجيه وتجديد عقد إمام عاشور النادي بدأ يعيد ترتيب أوراقه ويغلق الملفات التي كانت تشغل الجمهور وتستهلك طاقة الفريق. والأهم إن رسالة الأهلي واضحة، اللي عنده عقد مع النادي هو اللي يحدد مستقبله، مش كل مرة تظهر شائعات عن عروض أو رغبة لاعب في الرحيل لازم تتحول إلى أزمة داخل الفريق. إمام عاشور اختار الأهلي. النقطة التي يجب أن يفرح بها جمهور الأهلي هي أن اللاعب نفسه أعلن رغبته في الاستمرار، يعني بعيدا عن كل ما قيل خلال الفترة الماضية وبعيدا عن وكلاء أو عروض أو أحاديث إعلامية من أدم وطني والكلام التافه اللي ملوش لازمة. فإمام عاشور وقع واستمر مع الأهلي، وده معناه ان اللاعب عنده فرصة الآن انه يقفل صفحة الماضي بالكامل بقدم وطني بالكلام ده كله ويركز في الملعب فقط. الجمهور الأهلاوي عاوز يشوف إمام عاشور اللي بيقاتل في الملعب، مش إمام عاشور اللي كل يوم اسمه مرتبط بعقد أو عرض أو مشكلة. والأهم غرفة الملابس، وهنا يمكن تكون أكبر مكاسب التجديد. الأهلي محتاج غرفة ملابس مستقرة، لأن الفريق اللي بينافس على الدوري والبطولات الأفريقية بيحتاج كل لاعب يكون مركز في هدف واحد، نكسب البطولات. وأي خلافات أو ملفات مفتوحة أو أحاديث مستمرة عن رحيل أو التجديد ممكن تؤثر على تركيز الفريق. لذلك إغلاق ملف إمام عاشور في هذا التوقيت قد يساعد الجهاز الفني على العمل وبهدوء أكبر، واللاعب نفسه يدخل المرحلة المقبلة بدون ضغوط اللي كانت في أزمة ملف عقده والتجديد. والسقف المالي رسالة مهمة، الأهلي أيضا خرج من التجديد بمكسب إداري مهم، النادي لم يفتح الباب أمام مزايدة بلا نهاية، وإنما تم التجديد وفقا لمنظومة النادي المالية مع وجود امتيازات مرتبطة بالعقد، وده مهم جدا للحفاظ على توازن غرفة الملابس. لأن لو كل لاعب بدأ يطلب أرقام مختلفة لمجرد أنه حصل على عرض أو لأنه اسمه أصبح مطلوب، النادي يمكن يدخل في دوامة صعبة جدا. الأهلي محتاج يحافظ على نجومه، ولكن في نفس الوقت لازم يحافظ على نظامه المالي والإداري. الأهلي الآن أمام مرحلة جديدة،
بعد إغلاق ملف إمام عاشور ومع وجود تدعيمات جديدة ورحيل بعض الأسماء، الأهلي أصبح أمام فرصة لإعادة بناء الفريق بشكل أكثر هدوء، والجمهور الآن بينتظر شيء واحد فقط: الرد في الملعب. إمام عاشور أمامه فرصة كبيرة جدا جدا إنه يحول كل الجدل الذي حدث إلى طاقة داخل الملعب، يسجل ويصنع ويقاتل ويثبت للجميع إن بقائه في النادي الأهلي لم يكن مجرد توقيع على ورق، وإنما بداية مرحلة جديدة. ولو الأهلي قدر في الفترة المقبلة أن يعزز خط الدفاع بعناصر قوية، فالفريق وقتها ممكن يكون أقرب بكتير للمنافسة، أقوى من الموسم الماضي طبعا، لأن الأهلي بيمتلك حلول هجومية كثيرة، لكن البطولات الكبيرة بتحتاج إلى فريق متوازن. الهجوم يكسب مباريات، ولكن الدفاع هو اللي بيكسب البطولات. ولو حسين عموتة قدر يوصل للتوازن ده، ومع استقرار غرفة الملابس واستمرار أهم العناصر، الأهلي ممكن يكون أخطر بكتير خلال الموسم الحالي. تجديد إمام عاشور مش مجرد خبر عن لاعب جدد عقده، ده إغلاق لملف مهم جدا كان يشغل جمهور النادي الأهلي، وعودة التركيز مرة أخرى في أرضية الملعب. إمام مستمر، الأهلي حافظ على أحد أهم لاعبيه، واللاعب أعلن بنفسه تمسكه بالنادي والجماهير، والآن الكرة في ملعبه. مفيش عروض، مفيش وكلاء، مفيش كلام عن الرحيل. من النهاردة عايزين إمام عاشور يتكلم داخل الملعب فقط. وبالنسبة لكل من راهن على رحيل اللاعب أو توقع إن الأزمة ستسبب في شرخ داخل الأهلي، فالرد أصبح واضح: إمام عاشور مستمر، والأهلي هو اللي حسم الملف. والآن بدل ما نقعد بقى ندور على أزمة جديدة، خلونا نشوف الأهلي وهو بيبني فريق ينافس على كل البطولات. إمام جدد، تريزيجيه رحل، الملفات بدأت تتقفل، والمرحلة القادمة عنوانها الأهلي فوق الجميع، والرد الحقيقي في أرضية الملعب.